بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هيلعب في افريقيا الزمالك وكايزر تشيفز، وهيلعب المصري وزيسكو وبيراميدز. الحقيقه برضو يعني هيلعب، بس بيراميدز كده كده اتأهل. الحقيقه بيراميدز هو اللي مريح الدنيا الحقيقه في الفرق المصريه في البطولات الافريقيه. الحقيقه بكره الاهلي والجيش الملكي. اتصور انه الماتشات دي مهمه بالنسبه للمصري وبالنسبه للزمالك والاهلي، لان الاهلي محتاج بكره يفوز، لانه علشان يضمن كمان ان هو يتاهل اول ويقابل التاني في المجموعات التانية، بحيث ان هو يقابل فرقه يعني متوسطه او اضعف، بدل ما يقابل فرقه متصدره مجموعتها. هيبقى صعب جدا على الاهلي، خصوصا ان مستواه اليومين دول ما يبشرش بخير الحقيقه. الزمالك برضو في موقف لا يحسد عليه. الزمالك ما قداموش حل غير انه يفوز، والزمالك الحقيقه الفرصه لازم ياخدها بايده ده لو عايز يكمل. والحقيقه برضو محدش يقدر يطالب الزمالك في الوقت الراهن انه لا ده انت لازم تلعب ولازم تحقق بطوله، لانه الحقيقه دي اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، اللعيبه بتلعب من غير فلوس تقريبا. فمحدش يقدر الحقيقه يلوم على الزمالك، لانه حتى الزمالك كفايه عليه تغيير مدربين. يعني مفيش نادي في الدنيا في 4-5 شهور بيغير 3 مدربين. طب هيجي منين الاستقرار؟ هيجي منين اي حاجه؟ هيجي منين المدرب اصلا؟ امتى هيفهم اللعيبه وهيعودهم على الخطط التكتيكيه بتاعته، وهيدربهم على اساس ايه؟ ان هم يبقوا حتى في انسجام بينهم. فالزمالك الحقيقه في موقف لا يحسد عليه، لكن ما قداموش حل غير ان هو يفوز لو كان عاوز يكمل في بطوله الكونفدراليه. المصري يمكن وضعه اسهل، لان المصري هيلاعب فرقه ضعيفه نسبيا. زيسكو فريق في المتناول جدا. صحيح هو قدر الماتش اللي فات مع الزمالك قدر يفوز على الزمالك، لكن الزمالك وضعه هو كده، يعني بيلعب ماتش كويس ويلعب ماتش وحش، يعني وضعه صعب. لكن ده مش معناه ان زيسكو فرقه تهدد المصري. بالعكس، انا شايف ان المصري طريقه اسهل من الزمالك ومن حتى من الاهلي في بطولات افريقيا، لانه الجيش الملكي فريق منظم يقدر يلعب جيم كبير على الاهلي. لكن زيسكو فريق عشوائي، فريق ضعيف. زيسكو انا اتصور انه المصري هيستطيع ان هو يفوز على زيسكو ويتأهل للادوار اللي جايه. هنشوف النهارده الماتشات هتبقى نتائجها ايه، واكيد ان شاء الله نعلق عليها ونتكلم برضو عن المستوى الفني للفرق. شكرا لكم.